هلا وشلونكم؟ تعالوا اليوم نسوي وصفة تبسيل باذنجان بأطيب وأسهل طريقة. أول شي راح نجيب البوتيتة قطعها شرائح بهذا الشكل مثل ما تشوفون. طبعا هاي البوتيتة طلعت ما أدري شلونها بس مشيتها شو تسوي. قطعت شرائح من الطماطة همينة، وجبت زيت خليت بكعب التبسيل، وجبت هاي اللي تكسكس شرائح كلش رفيعة، كسكست بيها بصل وفلفل همين شرائح. طبعا هاي مكسورة وطالعة روحها بس أنا أحب أستعملها. وراها بديت أحمس العناب من يصير هيك شكلهن، أوزعهن بشكل متساوي وأخلي قطع الطماطة. وراها راح أبدأ أقلل بوتيتي من يصير هيك شكلها أطلعها رأسا من البوتيتة. هسه راح أبدأ أقطع الباذنجان، قطعته بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. أول شي لازم أقشره طبعا وأملحه على مود يذوب مية. وراها خليته بالطاوة همينه يتقلل، من يصير هيك شكله أطلعه. وهسه راح أقلل الكبة على مود أخليها وياهن همينه هيك يصير شكلها نطلعها. هسه بديت أصفطهن مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. أول شي نخلي البوتيتة وبعدها اللي فوق نخلي الباذنجان، لأن الباذنجان ينمرد فما نخليه لي جوا لأن ينمرد. وهسه بعد ما كملت التصفيط وخليت الكبات بديت أسوي الصلصة. أول شي خليت خاشوقة من الملح، ونص خاشوقة ليمون دوزي، وخاشوقتين كبار من الشكر، وياهن معجون نخلطهم سوية. راح يصير هيج كلش ثخين، فراح أحاول أخففه أسويه على وجبتين. هاي الطريقة مثل ما تشوفون أمتي هيجي أديره وأخلي بعد مي. وهسه رشيت شوية لاخ ملح. وهسه راح أخلي شوية ماجي يعطي نكهة كلش طيبة، وخليته على النار. من يبدي يفور بهذا الشكل نص النار، لا تخلون بعد دهن لأن هو دهين. هيك صار شكله النهائي، وكان يعني طعمه كلش طيب وشكله كلش حلو، وكلش أنصحكم تجربوه. شوفوا شلون دايب وكلش طيب، يعني كلش أنصحكم تجربوه. بس هذا شنو فالدهين، يعني إذا أكلتوه تسمنون فد 3 كيلوات من قدام أقولكم وياها. تقدرون تاكلوه ويا صمون أو ويا تمن أبو الشعرية. باي.